اهلا بيك في فلوج جديد. انا سيف مبابي والنهارده خارج بالشورت وبالشبشب. انا سايق حافي. تستغربيش، اصل انا لما بقلع الجزمه واسوق حافي بوصل اسرع. بس ماشي. بس اللي هو يعني انا خارج بالشورت والشبشب عشان الجو حلو. الساعة دلوقتي 6:15 مساء. فانا دلوقتي قلت اعمل الانترو في العربية بسرعة بسرعة عشان انا رايح المحل دوت. يعني ممكن تقول كده محلي المفضل ليه بقى؟ لانه من ارخص المحلات في هولندا. دي اول حاجة. تاني حاجة، اي حاجة ممكن تتخيلها، اي حاجة ممكن تتوقعها بتلاقيها هناك. يعني انا دلوقتي رايح وعشان اجيب حاجات انظف بيها الاجهزة. يعني انا هعمل حملة تنظيف اجهزة، هنظف البلاي ستيشن وهنظف اللابتوب بتاعي، بس بقى هنظفه من جوه. فيعني محتاج شوية الادوات ديت هروح المكان دوت، المحل دوت، اجيبها من هناك. الفلوج دوت هيكون على كذا يوم عشان بكرة هاخدك معايا حفلة عربي هنا في هولندا. فهوري لك الاجواء بتاعة الحفلات هنا في هولندا. ده غير ان انا بكرة برضو عندي شغل في حفلة تانية على الشاطئ. فهوريك برضو شغلي اللي في الحفلة التانية ديت. يعني انا الفلوج دوت هيكون طويل حبتين، ممكن يخش له في بتاع ساعة مثلا. بس في الاول وفي الاخر يعني هيكون فلوج طويل وحلو وممتع. الاول هخش المحل اجيب شوية الطلبات، وبعدين بكرة ان شاء الله يعني هروح هشتغل في حفلة. وبعد الحفلة ديت في حفلة انا رايحها، يعني مش هكون شغال فيها، لا هكون يعني رايح افك عن نفسي وبنبسط فيها. ديت حفلة هتكون عربي في امستردام. وعندي برضو يوم الاثنين حاجة حلوة جدا، شغل جديد هبدأ فيه. فيعني هاخدك معايا في كل الحتت ديت وكل الاماكن ديت، واوريك الدنيا فيها ايه وماشيه ازاي. ويعني الفلوج دوت هيكون طويل، فيا ريت تعمل لي لايك سبسكرايب وشير قبل حتى ما نبدأ الفيديو، عشان دوت الدعم اللي انا يعني مستنيه منك. ايه الحمار دوت بيعمل ايه مش عارف. انا عارف انك معاك تسلا، بس مش لازم تقفل لي الطريق كده هوت. ها، حمار، يا حمار، يا حمار. ماشي. المهم انا دلوقتي يعني رايح على المحل. هاخدك معايا المحل، هنشوف هنجيب ايه سوا. وهعمل برضو فيديو عن المحل دوت، عشان المحل دوت بجد يعني ممكن تقول محلي المفضل. بجيب منه 3/4 الحاجات اللي انا بستخدمها. كل حاجة ممكن تتخيلها موجودة هناك. يعني ودي حاجة أنا يعني شايفها إنها لذيذة جدا، إنه محل واحد مجمع لك كل الحاجات، مش متخصص في حاجة معينة. ويعني الحاجة سعرها على هادي كده، هو حاجة سعرها ظريف لطيف خفيف. فهاخدك معايا ونشوف المحل دوت فيه إيه وهنجيب منه إيه. طيب يا صديقي الصدوق، أنا دلوقتي أهوت وصلت عند المحل. هو دوت المحل، شايف؟ هو دوت المحل اسمه الاكشن، عشان لما بتخش بتكون في اكشن على طول. هناخد واحدة من دي الاول. ماشي، احنا هنجيب 2 من دولت. دوت انتي داست سبراي، يعني زي هوا مضغوط. نجيب 2 من دول، ولا نخليهم 3 ونجيب واحدة من دي بتاعة تنظيف. بس شوف يعني في حاجات كتير، سماعات، سبيكرات، كل حاجة، سكرينات للتليفون، شواحن، كل ما تتخيله. حلوة بتاعت بيكاتشو دي، ممكن نجيبها هدية لحد في مصر. في حاجات كتير جدا، مستلزمات المدارس، خياطة،
ونجيب فوطين من دولت. هنا كشاكيل وحاجات، هنا اطباق وكوبايات، الخلاطات والكتل يعني الروستر بتاع العيش، مضرب الكيكة، يعني في حاجات كتير جدا، كله في محل واحد. تيجي تجهز نفسك من هنا. الميكروويف، طفايات. انا هشوف كده لو هجيب حاجة تانية هوريها لك، لو كده هشوفك بره. شوف كده جده ما شاء الله عليه، جده يعني بتاع 80 سنة 90 سنة، ويعني راكب العجلة وبيجري ما شاء الله. طيب انا عايز اشهدك بالله عليك، بذمتك دي عيشة؟ يعني انا حرفيا خارج بالشورت وبالشبشب والدنيا بتمطر، يعني بذمتك دي عيشة دي؟ والمفروض ان احنا دلوقتي في الصيف. فين الصيف؟ الله اعلم بقى. طيب يا صديقي الصدوق، انا دلوقتي هنا هو تاني يوم. انا دلوقتي لسه راكن العربية ورايح اتمشى لمكان اللي انا هشتغل فيه، بس هوريك شوية من الحفلة الاول. ثانية اسأل الناس ديت هتخش منين؟ هاي كرو انخان moet ik via hier of? Moet je zwemmen? Nee. طب dankjewel. انا دلوقتي رايح من مكان دخول الكرو عشان انا يعني كرو. هخش جوه وبعدين اصور بقى الدنيا ماشيه ازاي. وانا غيرت شويه في الاعدادات بتاعه الكاميرا، فممكن يكون الصوره مختلفه دلوقتي شويه. الساعه دلوقتي 2:30 يعتبر. هشتغل لغايه الساعه 12 بالليل، وبعدين هروح حفله تانية. ديت حفله انا حاجز تيكت ليها، تذكره يعني، وديت هتكون حفله عربيه، فبرضه هاخدك معايا واصور هناك. ايمن كرو انخان. Ja, heb je iets wat je kan tonen dat je moet werken? Ik heb een ticket voor je. Voor wie moet je werken? Voor Crew Company. Crew Company. Heb je een naam of zo? Vlogger hè? Ja man, maar is niet voor Nederland. Voor wat dan? Egypte. Egypte? Ja man. Egyptisch? Ja man. Even kijken, waar is... Wacht We nemen Mosr. القاهرة. غير على راس اجدع ناس. حبيب قلبي، انت منين؟ فلسطيني. اجدع ناس، حبيب على حبيب راسي. قلبي على راسي. شوف بريفنج. تمام حبيبي. حبيب قلبي. اتفضل. حبيبي تسلم. يعطيك العافية. ربنا يحرركم يا رب. بلوت تويست جامد جدا، طلع فلسطيني يا اخويا. شوفوا انا المفروض اخش الخيمه البيضه دي، فانا هخش دلوقتي اشوف الدنيا فيها ايه وارجع اكمل لك الموضوع. تمام، انا دخلت عملت التشيك ان دلوقتي، واخدت البتاعه ديت، معناها ان انا كرو. المفروض اخش من هنا. يا سلام. بجد المنظر تحفة. أنا مش عارف لو سامعيني ولا لأ، بس بجد المنظر خرافي. أنا بجد بعشق المناظر دي. أنا وافقت على الشغل دوت عشان المنظر ده، بجد ما شاء الله. أنا بحب الكلام ده جدا جدا جدا. هو دوت المكان، يعني أنا بحاول أوثق المكان يعني على قد ما أقدر.
انا مش عارف الصوره عامله ازاي بنضاره الشمس ديت، اذا كانت حلوه اذا كانت وحشه، مش عارف الدنيا شكلها عامل ازاي في الكاميرا دلوقتي، بس انا مبسوط. انا مبسوط جدا جدا جدا. بجد انت مش متخيل المتعة اللي انا فيها دلوقتي عاملة ازاي. بس المهم المكان هنا لذيذ جدا 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 والمنظر تحفة. انا عمري ما جيت المكان ده قبل كده، بس اكيد يعني هاجي تاني. المهم انا دلوقتي يعتبر عند المية، احلى حاجة في الدنيا ما شاء الله، الله اكبر. Voor het geval dat. Ja. طيب انا دلوقتي وصلت المكان اللي المفروض اشتغل فيه، وادوني التيشيرت المعروف اللي ادوهوني برضو قبل كده، فاكرين اللوجو دوت. وانا دلوقتي هقفل الكاميرا واخش اشتغل، هغير هدومي، البس التيشيرت بتاعهم واخش اشتغل، وهشوفك بالليل. فخليك معايا، الفلوج دوت نار النار. Niet alleen te dragen. En er was één liedje in die periode die jullie met z'n allen massaal omarmd hebben. En daar kunnen we jullie nooit genoeg voor bedanken, want dat heeft met ons heel veel gedaan. Het heeft ons hoop gegeven, het heeft ons kracht gegeven. Het heeft in een moeilijke periode. En nu is dat liedje er voor onszelf, dankzij jullie. Dus dankjewel daarvoor. Niemand die naar je kijkt, gewoon even bij je. Om te gaan. Ik beloof, ik laat het niet. Life just taught me that relationships is complicated. Get my dick before my heart, at least I'm honest, baby. Stuck in trauma, I got scars because my mama, baby. So tired, you been looking for your father lately. And all these shawties telling niggas get their money up. But once they money up, these niggas, they just wanna fuck. You see how that's conundrum. These niggas really numb because the girl he really loved, she left him looking dumb. And I don't wanna feel the pain no more. Beat it out the frame, now emotions moving slow-mo. Can't picture us together, so you better not post these photos. Ain't no caption needed, spread your legs like Jordan logo, huh? Look. Broke it harder to start balling. Once I started ignoring women, the women they kept calling. Singleness, I stood, these women they kept falling. Once I waved my red flags, these women they be all in. Dog tag swing when I step. Scars on my heart, no regrets. They say love ain't war, well bet. Still on guard, who next? Dog tag swing when I step. Scars on my heart, no regrets. They say love ain't war, well bet. Still on guard, who I'm the type next? of man to stay in a relationship. If the love ain't really real, I'm good at faking it. Recent ex, she still around cause she my favorite. Girl, it's gon' how we feel, we shouldn't label this. Oh, you like a bad boy, okay, I'm dangerous. Oh, you want a thug nigga, then I'm banging it.
Oh, you like a nice guy? Okay, let's hang again. I'd rather throw on any mask to feel that pain again. Damn. Keep riding and keep sliding. Why you taking so offensive on days when I need silence? Trust the issues weighing me heavy, that's inside it. Love had me out here bleeding, I kept fighting. Saw the ugly truth in these women, I kept trying. Removing all my pride and my scars, they kept lying. Seeking after love, but I question what it means. Ain't no medals for the wounded, just reminders of defeat. So my dog tag swing when I step. Scars on my heart, no regrets. They say love ain't war, well bet. Still on guard, who next? Dog tag swing when I step. Scars on my heart, no regrets. They say love ain't war, well bet. Still on guard, who next? Dog tag swing when I step. Scars on my heart, no regrets. They say love ain't war, well bet. Still on guard, who next? انا واخد البريك بتاعي دلوقتي دوت سندوتش فراخ بالمايونيز والكاتشب والبصل. اليوم خلص بس ما خلصش قوي يعني، انا اللي خلصت. فانا دلوقتي رايح للعربيه، هاخد العربيه وهروح على امستردام، وبعدين هشوف اصحابي هناك، هنروح الحفله اللي هناك. هنا اهو قول له مين بيكلموا طيب صباح الخير. النهارده او اللي هو دلوقتي يعني النهارده يوم الاثنين والحفله كانت يوم السبت، فعدى يومين على الحفله. ايه اللي حصل في اليومين دولت هقول لك برضو، بس خليك معايا لان انا رايح المكان دوت فيه مفاجأة كبيرة جدا، مفاجأة محدش يتوقعها ولا انا نفسي كنت اتوقعها. يعني انا جالي تليفون ان انا يعني لازم اروح المكان ده دلوقتي. الساعة دلوقتي
7 الصبح. فانا رايح المكان دوت دلوقتي، وهاخدك معايا عشان اقولك ايه هي المفاجأة، وبعدين يعني هقولك ايه هي المفاجأة. بس الاول هروح المكان دوت، لان بجد انا متحمس جدا جدا جدا. هو انا مش نايم كويس، يعني انا يا دوب نمت 2 ساعات، بس الحمد لله يعني فايق ومصحصح ومتحمس. طيب انا دلوقتي وصلت المكان هو دوت. يمكن تفتكروا من كذا فلوج عملتهم قبل كده. هعمل للفلوجات ديت منشن هنا فوق في الاي. بس انا وصلت بدري، وانت عارف طبعا يعني المواعيد هنا عاملة ازاي. يعني جيت بدري مشكلة، جيت متأخر مشكلة، لازم تيجي على ميعادك مظبوط. فانا دلوقتي عندي وقت ان انا ارد على شوية كومنتات. فانا هرد دلوقتي على الكومنتات. كاتب عايزين فيديو عن ايه اكتر المهن المطلوبة في هولندا تخليني اعرف الاقي عقد بسهولة واقدر بعد كده اسافر. عيوني هعمل الفيديو دوت قريب ان شاء الله. استمر يا صديقي، هتكبر وهتبقى من اقوى مدربين اللغة الهولندية في الوطن العربي والعالم ان شاء الله. حبيبي يا عمر، حبيبي تسلم لي، ربنا يخليك يا رب. يعني ما يحرمنيش من التعليقات الحلوة دي بجد. يعني انا ديت امنيتي ان انا اساعد اكبر عدد ممكن من الناس، حتى لو بحاجة بسيطة. حاجة يعني حاجة بسيطة، حتى لو ساعدتك بحرف دوت بالنسبة لي يعني كفاية ان انا اكون مبسوط. ما فيش احلى من انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام يا صاحبي. احمد عادل. ولفتة جميلة منك انك كاتب الحمد لله على التيشيرت. يا سلام على الدقة والتفاصيل. جبتها لوحدك ديت ولا جبت مساعدين؟ ربنا يخليك يا رب. شكرا على التعليق الحلو دوت. وبكده بقى احب اقول لك شكرا 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 لمتابعتك ليا يعني لدعمك ليا. انا مستني دلوقتي الوقت عشان اخش جوه. هعمل ايه جوه بقى انا مش عارف اقول لك دلوقتي، ولا استنى لما اخش واوريك. انا مش عارف اصلا اذا ينفع اوريك ولا لا، بس لو كده هاخدك معايا واوريك. لو مش كده اول ما هخلص هقولك على كل حاجة. اوعى تمشي، انا شايفك. لو قفلت انا عارف الفلوج دوت طويل، بس لو قفلت هزعل منك، عشان الفلوج دوت برغم انه طويل ففي حاجات كتير عايزك تكون معايا فيها. خليك معايا. طيب انا داخل دلوقتي اهو، قفلت العربية. اوتفيت تشيكس البراند بتاعي، المركبة الحمراء، وانا داخل دلوقتي. فادعيلي المكان ده. حد شاب بقه يا جدعان. بس كان عايز يشرب قهوه. طيب الوقت جري بسرعة. الساعة دلوقتي 7:30 و5. انا قاعد هنا في الغابة بفتح سندوتش شاورما هاكله وهحكي لك اللي حصل معايا بالظبط. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. جامد. خليني اقول لك اللي حصل معايا، عشان يعني انا معرفتش اصور كتير، بس بصراحة اليوم كان جامد جدا جدا جدا.
انا دلوقتي قاعد باكل الشاورما فمش مركز معاك معلش. بس زي ما انت شفت كده انا مضيت العقد، ف يعني الفترة اللي جاية ال7 شهور اللي جايين مش هعرف اشتغل في مكان تاني، يعني هو المكان ده بس. فديت حاجة حلوة ليا بس مش حلوة ليك. يعني انا قلت لك قبل كده ان انا عايز اوريك الشغل اللي في هولندا كله، بس يعني للأسف مضيت العقد ده. والعقد دوت الشغل دوت مش ريموت، يعني لازم اكون في المكتب كل يوم. مش هعرف اصور زي باقي الايام وزي باقي الشغل اللي انا كنت بعمله. بس يعني انا مصلحتي انا اهم من اليوتيوب، خلينا صراحة مع بعض. يعني انا بحبك وكل حاجة وعايز اوريك واساعدك وكل حاجة، بس مصلحتي برضو يعني اهم. واحنا عايزين نتجوز بقى، خلونا نخلص. فدوت كشغل شغل كويس جدا جدا جدا، وادوني بصراحة يعني فرصة ما تتعوضش. فطبعا انا زي اي راجل، اي راجل طموح، اي واحد بيفكر يعني في اللونج تيرم، طبعا قبلت الفرصة دي. يلا الحمد لله. قلت استاهل الحمد، يا قول الحمد لله. النهارده بقى يا عزيزي يا صديقي الصدوق، قمت صحيت خرجت رحت، ومن هنا بقى انت عارف كل حاجة. يعني دخلت شربت كوباية القهوة الحلوة بتاعتي، وبعدين قعدت شوية استنيت زميلي لما جه، والمانجر اصلا ما كانش موجود. بس رحت للاتش ار ومضيت العقد، والعقد كان لذيذ جدا جدا جدا. الشغل مميزاته حلوة جدا، وادوني برضو يعني حاجات لزوم الشغل، عدة الشغل. بس انا يعني واحد بيشتغل في الاي تي، فايه عدة الشغل بقى؟ خليني اوريك عدة الشغل. كشكول، كشكول بالقلم بتاعه اهوت، القلم اهوت. سماعة، يعني سماعة لذيذة جدا، سماعة بلوتوث، سماعة لذيذة جدا. وادوني شوكولاتاية، الشوكولاتاية ديت مكتوب عليها بلاي دات ياي اربنت. يعني ايه بلاي دات ياي اربنت؟ يعني ان هم مبسوطين ان انا معاهم. ثانية افتح الشوكولاتاية نحلي بقى، احنا لسه واكلين شاورما وبتاع، وصوص التوم عامل شغله، فنفتح نقيم الشوكولاتة. مع اني والله ما بحب الشوكولاتة اصلا، يعني ديت حاجة القريبين مني بس اللي يعرفوها ان انا مش بحب الشوكولاتة. بس يلا اهو عشانك بقى نقيم الشوكولاتة. لا لذيذة وتخينة تقيلة. وادوني ايه كمان بقى؟ ادوني ماوس. اهم حاجة الماوس، سيبك من كل دوت وسيبك من اللي جاي وسيبك من اللي فات، اهم حاجة الماوس. انا كسيف ما بعرفش اشتغل بدون ماوس، يعني ولا اللي فات مهم ولا اللي جاي مهم، هو اهم حاجة الماوس. بس برضو ما ننكرش انهم ادوني الحلو ده دوت. لابتوب ديل انتل كور الترا 7، الترا 7 يعني بروسيسور المعالج بتاعه من يعني حاجة جبارة، يعني حاجة مش سهلة، حاجة على وضعها. وادوني حاجة بقى عمر ما اي حد يفكر بس انه يعني انها تكون الحاجة ديت اللي هو يعني حد يديها لحد كده ك ك ك
كشكر انك جيت تشتغل معاه. تخيل كده ايه اغرب حاجة ممكن حد يديها لحد عشان بس يشتغل معاه؟ تتخيل كده ايه؟ ايفون 15. ايفون 15 عشان بس انا وافقت ان انا اشتغل معاهم. خلونا بقى نلم الحاجة ديت الحاجات اللي انا استلمتها، يعني ممكن تقول كده عدة الشغل. هو انا بصراحة كنت ناوي ان انا اقعد هنا واشتغل، بس حاسس ان الجو برد وسقع شوية مع ان الشمس طالعة، فانا هقوم دلوقتي اوريك يعني المنظر اللي انا شايفه عشان هتفهم دلوقتي لما اقولك ان انا كنت عايز اشتغل هنا دلوقتي. بس هروح اشتغل في البيت واقفل الفلوج. كفاية عليك كده النهاردة، الفلوج دوت اصلا طويل جدا. خلينا ناخد زبالتنا معانا. استنى اوريك المكان. شوف كده، بسم الله ما شاء الله، المكان تحفة، المنظر خرافي بجد. انا ممكن اقعد كده، يعني ممكن افرش ملاية هنا وابات هنا عادي، بس اهو بقى السقعة. فانا دلوقتي هاي اشبليفت، فانا دلوقتي راجع. واللي انا عايز اقوله لك يا صديقي الصدوق، ان انا ممكن اللي هو مثلا اطلع في الويك اند ان انا اشتغل يوم كده، حاجة غريبة، حاجة من الحاجات اللي انا كنت بعملها ديت. بس ان انا اطلع اشتغل وقت طويل في مكان معين، للأسف مش هعرف اعمل كده تاني، عشان انا دلوقتي ماضي عقد مع يعني ما شاء الله الله اكبر، يعني شركة من اكبر الشركات في هولندا، وشركة انترناشونال، يعني برضو ليها فروع في الميدل ايست، يعني في الشرق الاوسط، وليها فروع في امريكا ودول تانية في اوروبا. صحيح، والشركة ديت هتسفرني برضو يعني مرة كل شهرين، مرة كل 3 شهور كده مثلا، عشان اساعدهم في الفرع بتاعهم اللي في المانيا. فدوت شيء لذيذ جدا. الحمد لله الحمد لله. انا تمام وزي الفل. انا هقفل معاك دلوقتي واحب اقول لك يعني كان معك سيف مبابي من قلب هولندا. سلام.